ضيفي الأستاذ عبد الباري عطوان، تفسيرك للجوء النظام السوري إلى إلقاء المسؤولية على العصابات المسلحة، على من يشعلون الفتنة الطائفية، يعني حديثه عن الطوائف، عن الأعراق، عن العرقيات، عن القوميات في سوريا. لا، هو يعني الملف الفتنة الطائفية هو الملف الأخطر الذي يواجه سوريا مثل ما يواجه دول عربية عديدة. يعني إذا انفجر الملف الطائفي أو الفتنة الطائفية، يعني على المنطقة السلام، بس يعني على النظام أن يحدد. يعني لما بقول لك إنه إحنا في فتنة، طيب كيف نواجه هذه الفتنة؟ نواجهها بالإصلاح، نواجهها بالعدالة الاجتماعية، نواجهها بالمساواة، وليس نواجهها بالحديث المكرر عن المؤامرة والفتنة الداخلية. يعني عمليا لما تطلق انت ناس، يعني هاي العصابات اللي بتقتل في الشوارع، يعني هذا مش معقول. النظام لا يعرف هؤلاء، مش معقول النظام اللي يحكم البلد بسياسة القبضة الأمنية ولكن لا يعرف من هي هذه العصابات. تقول أن هذه العصابات هي يعني عصابات من أجل إشعال الفتنة الطائفية، باعتبار أن الرئيس بشار الأسد ينتمي إلى طائفة العلويين الذين يمثلون أقلية في بلد ربما الغالبية العظمى منه سنة. يا سيدي، ربما تكون هذه العصابات من النظام أو حتى من زرع النظام، ربما تكون مصدرة من الخارج، لا نعرف، لكن النظام يعرف، لأنه هذا نظام قوي ونظام بوليسي، والأجهزة الأمنية هي المسيطرة، فلذلك يعرف كل صغيرة وكل كبيرة في البلد. يعني عمليا بس أقول لك شيء، يعني على قصة يعني السيدة يعني مسالمة، سميرة مسالمة، اللي هي رئيس التحرير السابق للتشرين، يعني مجرد أن قالت أنه يجب التحقق من هوية هذه العصابات، مجرد أن قالت أنه القوات الأمنية تجاوزت تعليمات الرئيس بشار وقتلت الناس في درعا اللي هي بلدها، مجرد ما سقطت دمعة من عينها على شهداء درعا، يا أخي شلوها من الحكم. طب معقولة هذا الكلام؟ معقولة إنسانة تتعاطف مع أهلها؟ ويعني طب إيش بتقول لي عن أبوهم هذول قتلة؟ يعني غريب. يعني حتى الآن رغم يعني أنا بستغرب، يعني لماذا النظام لا يضبط أعصابه؟ إذا كان لا يتسامح مع رئيس التحرير، هو اختارها، ونحن نعرف كيف يتم اختيار رؤساء التحرير. هو اختار هذه الإنسانة، وهي تقول أنه ستربي أولادها على حب الرئيس. طب بتشيلوها من رئاسة التحرير؟ هل هذا التسامح اللي يعني ننتظره من سوريا؟